تعالوا النهاردة نعمل أكلة تحفة لذيذة وكمان اقتصادية موفرة. هنعمل أجنحة الدجاج المشوية في الجريل أو التشيكن وينجز، بجد روعة هتعجبكم جدا. وكمان ضفنا لها القيمة الغذائية بتاعتها وضفنا لها بطاطس بتبقى طعمها لذيذ فيها، وطريقتها سهلة جدا هتعمليها في ثواني جنب بقى رز أو مكرونة. أكلة ايه لذيذة، تعالوا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة عندي بصل مفروم عليه فص توم واحد فلفل أخضر. هضيف لهم بقى البهارات، عندي ملح وفلفل، وكمان عندي قرفة وجنزبيل، مجموعة توابل كده بس روعة، ورشة بهارات لحمة او ال7 بهارات بس مش كتير، انا مش بكتر، ومعلقة صلصة او كاتشب الموجود عندك، وكمان هريسة شطة لو انت حابة تبقى حراقة شوية، وكمان المستردة بتبقى حلوة جدا في المشويات. وهضيف لها كمان صويا صوص، الصويا صوص بتدي طعم وكمان بتدي لون للمشويات، ودبس رمان بيدي مزازة تحفة، وكمان هعصر عليها ليمون، وتقدري تحطي خل او ما تحطيش براحتك. دي بقى التتبيلة دي بجد روعة، هقلبها كده كلها مع بعض. اهم حاجة التتبيلة دي، وتقدري تقللي بصل او تكتري. انا هنا مكترة بتبقى لذيذة فيها، وخصوصا لما بتضيفي لها بطاطس بتبقى التتبيلة دي روعة فيها. بعد ما قلبتها كده حضر بقى الأجنحة بتاعتي، غسلها كويس جدا ومصفياها نضيفها جدا زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى ان انا اتبلها بالتتبيلة، والاحسن ان انتي تتبليها من بالليل او على الاقل خالص تقعد ساعتين في التتبيلة. كل ما بتقعد في التتبيلة اكتر بتبقى احلى واجمل. هتبلها كويس كده قطعة قطعة، هتبلها. وتقدري كمان تعمليها في صينية لو ما عندكيش الجريل الدبل دي تبقى حلوة، بس لو عندك الجريل دي بجد هي بتبقى روعة فيها. حط بقى التتبيلة كده عليها. هنا ضفت لها جزر مبشور، ده كان جزر مجمد، لو عندك طازة عادي بيبقى جميل، وممكن كمان تضيفي الجزر ده في التتبيلة بيبقى روعة، بيديها لون وطعم جميل جدا. جربوا الطريقة دي بجد روعة. جبت بقى هنا البطاطس المقطعة شرايح، واحط عليها برضو من التتبيلة عشان تاخد من الطعم برضو بتاع البصل، وهفردها كده على الفراخ بالشكل ده. كمان عندي طماطم، واحدة طماطم بس هقطعها برضو شرايح صغيرة كده، واضيفها فوق البطاطس والفراخ، بتدي برضو لون وطعم جميل. هحط لها بقى ربع كوباية مية واخليها بقى تغلي، وبعد كده هدي عليها النار خالص، وانا مغطية طبعا بالجريل. هتخليها تستوي بسرعة، وكمان مش هتحتاج مية كتير، هتستوي زي ما احنا شايفين. خلاص هي كده استوت. هدخلها بقى تحت الشواية تاخد لون حلو. ممكن كمان تقدلها فحمة او عادي تحمريها بس كده الوش بتاعها بتبقى روعة. زي ما احنا شايفين استوت ازاي. تقدري تسيبي عليها شوية صوص او تنشفيها خالص. هنا بعد ما حمرتها روعة بجد. بجد الطريقة دي جميلة جدا جدا هتعجبكم، وطعمها بجد خطير. أكلة من ضمن الأكلات اللي ممكن تعمليها وكمان توفري فيها، لأنها فعلا موفرة، وبتتعمل في دقايق، ما بتاخدش سوا خالص على النار. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات، عجبتكم ولا لأ.